السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، تطبيقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، نخصص هذه الجلسة المشتركة للاستماع لعرض السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون المالية رقم 5523 للسنة المالية 2024. الكلمة للسيدة الوزيرة المحترمة، تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس المستشارين، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة البرلمانيون، يسعدني أن أتقدم أمام مجلسيكم الموقرين لبسط الخطوط العريضة لمشروع القانون المالية لسنة 2024. هذه المناسبة السنوية فضلاً عن طابعها الدستوري تعتبر فرصة لتأكيد الحرص المشترك لدى المؤسستين التنفيذية والتشريعية على التعاون وتعبيد الطرق المثلى لخدمة المصالح العليا لبلادنا عبر الوقوف على ما تحقق من منجزات تنموية واستشراف المستقبل وفق رؤية توازن بين التدبير الأمثل لمقدرتنا الوطنية في ظل الأزمات المتتالية وبين ضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى بهدف تحسين وتطوير مؤهلاتنا الوطنية على كافة المستويات. وكما جاء في الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية الحالية الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله، فإن أولى الأوراش التي تنتظرنا تهم العنصر البشري من خلال المشروع التاريخي لحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالته وأعطى تعليماته السامية أمام مجلسيكم الموقرين بتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيمكن من تحسين الوضع المعيشي للملايين من الأسر والأطفال، وهنا ما سيشكل انعطافا كبرى في مسار بناء نموذجنا التنموي والاجتماعي لصون كرامة المواطنين في كل أبعادها. السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، كما تعلمون يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته بلادنا ليلة 8 شتنبر 2023 وما خلفه من شهداء وجرحى ومن خسائر في الممتلكات والبنية التحتية. وكعادته في مثل هذه المحن أعطى المغرب درساً للعالم في الالتحام يداً واحدة بقيادة ملكية حكيمة بالتعامل السريع والفعال مع مخلفات الكارثة الطبيعية منذ الساعات الأولى لحدوثها، في ظل حملة تضامنية رسمية وشعبية أدهشت القريب والبعيد على السواء، مروراً بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة المالية المباشرة للمتضررين، فضلاً عن تكاليف ترميم أو إعادة بناء المساكن المتضررة أو المنهارة كلياً، وذلك من خلال الحساب الخاص الذي تم إحداثه لهذه الغاية، موازاة مع إطلاق برنامج مندمج وطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، خصص له غلاف مالي يقدر ب120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، وسيتم إنجازه عن طريق وكالة تنمية الأطلس الكبير التي صادقتم بالإجماع على المرسوم بقانون المحدث لها. حضرات السيدات والسادة، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 أيضاً في سياق دولي صعب يتبعه اللا يقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3% خلال سنة 2023 و2024 توالياً، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا
نمو بحدود 0.7% خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 1.2% خلال سنة 2024. ورغم هذا السياق الدولي الصعب، تمكنت بلادنا تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث حقق اقتصادنا الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 1.3% نهاية سنة 2022، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 3.4% عندما تم سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 4.5% برسم سنة 2023 مقابل 5.2% لسنة 2022. وتشير المؤشرات القطاعية خلال سنة 2023 إلى تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6% بعد انخفاض بحوالي 12.9% خلال سنة 2022، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات الغير الفلاحية ارتفاع يقدر ب 3.1% خلال سنة 2023 مقابل 3% المسجل خلال السنة الماضية. ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية، لا سيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت ب 8.4% عندما تم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات ب 36%، صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية ب 33%، وصادرات صناعة النسيج والصناعة الجلدية ب 9% خلال نفس الفترة. كما تسارعت الدينامية الإيجابية للقطاع السياحي منذ مطلع سنة 2023، حيث حقق عائدات تتجاوز 71 مليار نهاية شهر غشت، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب 33% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. ويتوقع أن تتعزز هذه الدينامية الإيجابية بفضل التدابير التي جاءت بها خارطة طريق 2326 للقطاع السياحي. من جانب آخر، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتناهز 78 مليار درهم نهاية شهر غشت مقابل 73 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي زيادة تقدر ب 7%. وما من شك أنه رغم هذه الإنجازات المهمة التي أبانت عن صمود اقتصادنا أمام توالي الصدمات، فقد بقي الهاجس الرئيسي ممثلا في المواجهة الفعالة لانعكاسات الدرفية على المستوى الاجتماعي. وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كلفت ميزانية الدولة غلافاً ميزانياتياً إضافياً بقيمة 40 مليار درهم بسنة 2022 وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية. وقد مكنت هذه التدابير من تقليص معدل التضخم من 10.1% مسجل خلال شهر فبراير من هذه السنة إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023. حضرات السيدات والسادة، من الطبيعي أن توالي الصدمات مقابل الطموح الإرادي للانخراط في مسار تنموي مستدام ومتوازن يفرض علينا استحضار التحديات التي تواجهها بلادنا على عدة مستويات. وفي هذا الصدد، فإن مشروع قانون المالية 2024 يستجيب للتحديات التي تنتصب أمامنا، والتي ينبغي أن نعمل جميعاً على التصدي لها عبر التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية
سواء فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو فيما يخص مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية أو غيرها من التحديات التي سيأتي التفصيل فيها ضمن هذا العرض. كما أنه لا يمكن إغفال المستوى الجيوسياسي، إذ لا زالت وحدتنا الترابية تحتل مركز انشغالنا الوطني الإجماعي باعتبارها القضية الوطنية الأولى. فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدماً حاسماً ونهائياً في هذا المجال، إن على الصعيد الدبلوماسي أو التنموي بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، فإن إصرار بعض الأطراف على مناهضة وحدتنا الترابية يضيع على الدول المكونة للفضاء المغاربي فرص الاندماج الاقتصادي والتنموي، ويحرمها من موقع تفاوض أكبر وأقوى في وقت يحتدم فيها الصراع العالمي في اتجاه ترتيب خارطة دولية جديدة يعاد فيها توزيع مناطق النفوذ وتداخل المصالح. كما لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسامة التي تبذلها كل مكونات القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندها الدائم تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. حضرات السيدات والسادة، بناء على ما سبق، فإن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيداً للتوفيق الأمثل بين طموحاتنا وإمكانياتنا الذاتية، وبشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة واقعية وشاملة تقوم على 4 محاور أساسية ومتكاملة على النحو التالي: أولاً، مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية. ثانياً، المضي قدماً في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وذلك تجسيداً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وانسجاماً مع مرتكزات البرنامج الحكومي. ثالثاً، مواصلة الإصلاحات الهيكلية. ورابعاً، تعزيز استدامة ماليتنا العمومية مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات. بالنسبة للمحور الأول المتعلق بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة التقائية وتشخيص دقيق للحاجيات والمؤهلات الترابية للمناطق المتضررة، الشيء الذي يستدعي بالضرورة العمل في إطار تعاقدي يحدد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا البرنامج. وفي هذا الإطار فقد تم البدء انطلاقاً من شهر أكتوبر الجاري في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهرياً لمدة سنة لفائدة 60,000 أسرة من الأسر التي انهارت منازلهم جزئياً أو كلياً. كما تم إطلاق عملية تأهيل وتوسيع الطرق، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي عرفت أضراراً أو انهياراً كلياً، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة. ولتتبع وتمويل هذه المشاريع التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف،
قررت الحكومة فتح اعتمادات بقيمة 2 مليار و500 مليون درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها. وستنكب الوكالة المخصصة لهذا الغرض على برمجة تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والتنسيق فيما بينها مع مراعاة العامل الزمني قصد استكمال إنجاز البرنامج في الحيز الزمني المخصص له. السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، موازاة مع تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام، ستعمل الحكومة على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، لا سيما تزايد الضغوطات التضخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية، وذلك وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين: أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. وفي هذا الصدد فإن التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، غير أن ذلك لا يعفينا من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظراً لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانية والسياسة النقدية. في نفس السياق سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة. من جانب آخر، ووفقاً للرؤية الملكية الرشيدة بخصوص السياسة المائية ببلادنا، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث تحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لا سيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة بين 2020 و 2027. وفي هذا الإطار فقد تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب5 ملايير درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، ثم فتحت اعتمادات إضافية 1 مليار و500 مليون درهم خلال نفس السنة. هذا فيما تم تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج ب5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتبلغ بذلك الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم. أهم المشاريع اللي في هذا البرنامج نذكر بها هي استكمال مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبير قراق، هي مواصلة إنجاز سدود للرفع من قدرة تخزين من المياه العذبة، تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية من خلال برمجة محطات تحلية المياه البحر والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي. ومن المؤكد أن مختلف عناصر هذه السياسة المائية تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن
من تكثيف التنسيق بين كل القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، وتعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، وكذا اتخاذ تدابير رامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة. حضرات السيدات والسادة، يقوم المحور الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة تكريس أسس الدولة الاجتماعية، تجسيداً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، حيث قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة في تنزيل التزاماتها، والتي يأتي على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي وإنعاش تشغيل، خصوصاً برنامجي أوراش وفرصة ودعم السكن، والارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، وغيرها من الإصلاحات المجتمعية التي تدخل في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية. فبالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، نجحت الحكومة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقاً من نظام الرميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداءً من فاتح دجنبر 2022، وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والمستشفيات الخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغلاف مالي سنوي يقدر ب9 مليار و500 مليون درهم. كما تمكنت الحكومة وبفضل تعاون المؤسسة التشريعية من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الفئات، من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية التي أكدها جلالته في خطاب افتتاح السنة التشريعية. تعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة، وذلك وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. وستحرص الحكومة وفقاً للتوجيهات الملكية السامية على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 ما يناهز 25 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حالياً، وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 16 مليار و400 مليون درهم. ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر توسيع العرض الصحي من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة، وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية. ولهذه الغاية ستواصل الحكومة تعبئة الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصحية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي إضافي يبلغ 2 مليار و600 مليون درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 ما يناهز 31 مليار درهم. حضرات السيدات والسادة،
نظرا للأهمية التي يحظى بها إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، تعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة تنزيل الالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، حيث خصصت اعتمادات مالية إضافية تقدر ب5 ملايير درهم في إطار هذا المشروع. كما ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 عبر إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنوياً، وتمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد مع التركيز على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات في العالم القروي على وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة من خلال المشروع المعروض على أنظاركم على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الباكت إسخي، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التمييز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يخص مجال التشغيل، ستواصل الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج أوراش من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، وقد رصدت الحكومة غلافاً مالياً سنوياً يقدر ب2.25 مليار درهم خلال سنتين 2022 و 2023 لهذا البرنامج، الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024. أما بالنسبة لبرنامج فرصة الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10,000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فقد خصصت له الحكومة غلافاً مالياً سنوياً يقدر ب1,250 مليون درهم برسم سنتين 2022 و 2023. كما ستعرف سنة 2024 إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال. سيتم إحداث 50,034 منصب مالي برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 مقابل 48,212 في سنة 2023. حضرات السيدات والسادة، يشكل الولوج إلى السكن اللائق وضمان ظروف عيش كريمة أحد أولويات عمل الحكومة، التي تلتزم وفقاً للرؤية الملكية السامية بتنفيذ البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن برسم الفترة ما بين 2024 و 2028، والذي يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. كما ستعمل الحكومة على مواصلة برنامج مدن بدون صفيح والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج إلى المرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة. وستعتني الحكومة كذلك بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية الفضاءات العمرانية. من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على الارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر عبر تنزيل استراتيجية جسر التي تهدف على الخصوص إلى رفع نسبة اندماج النساء في النشاط الاقتصادي ومحاربة العنف ضد النساء وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والتكفل بالأشخاص المسنين. وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة الوفاء بالالتزامات الحوار الاجتماعي
لا سيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر ب4 مليار و200 مليون درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل الالتزام الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليار ديال الدرهم. حضرات السيدات والسادة، يتعلق المحور الثالث لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، حيث ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية سنة 2024 على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى من قبيل إصلاح العدالة، ومواصلة ورش لا تمركز إداري، والمضي في تنزيل الجهوية المتقدمة والنهوض بالاستثمار، مع التركيز على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية لبلادنا، موازاة مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز منسوب الثقة الذي صارت تحظي به بلادنا من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية الكبرى. وفي هذا الإطار فإن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون لسنة 2024 مواصلة إصلاح العدالة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وسيتم ذلك من خلال تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريعي والتنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، مع تنفيذ مختلف الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم وتعميم محاكم الأسرة، إلى جانب الرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية. وعلى صعيد آخر، ولإنجاح ورش لا تمركز الإداري وتنزيل الجهوية المتقدمة ولتعزيز حكامة التدبير العمومي والرفع من نجاعة والتقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، ستعمل الحكومة على اعتماد سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث تمثيليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي لضمان فعالية أدائها ومواصلة تحويل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة وتمكينها من الموارد اللازمة لأداء مهامها، مع مواصلة تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصاً منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، موازاة مع تفعيل الاستراتيجية الرقمية الجديدة وتقوية التكوين وتعزيز الكفاءات في هذا المجال. السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، وعياً منا بالرهان القائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل، ستعمل الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص والرفع من مساهمته في الاستثمار الإجمالي. وفي هذا الإطار سيصل مجهود الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو ما يمثل زيادة بقدر 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023. وموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات. كما ستواصل الحكومة العمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأس المال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة. ونظراً للدور الذي يلعبه مناخ الأعمال في نجاح الرهان القائم على الاستثمار، ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال،
والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات التي تهم تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وتقليص آجال الأداء. كما تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 أهمية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية، وهكذا ستواصل الحكومة تنزيل استراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52% من الطاقة الكهربائية انطلاقاً من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030. كما ستعمل على تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله بتنزيل مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد. وعلى صعيد آخر، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي بهدف استقطاب 17 مليون سائح في أفق سنة 2026، مع تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وإحداث 80 ألف فرصة شغل مباشر و120 ألف فرصة شغل غير مباشر. حضرات السيدات والسادة، إن الحكومة واعية بأن النجاح في تنزيل المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 وتحقيق أهدافه لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز استدامة المالية العمومية، وهو ما يفرض الحفاظ على التوازنات المالية وضمان استمرارها عبر إبداع تدابير تكرس التعبئة الكمية للموارد المالية الضرورية لإنجاز السياسات العمومية. وما من شك في أن بلادنا حققت نجاحاً مشهوداً في الجمع بين صمود النسيج الاقتصادي أمام الأزمات المتتالية وبين صيانة التوازنات المالية بالتدبير المتميز لماليتنا العمومية في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى. ولعل خير دليل على ذلك خروج بلادنا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الغافي والاتحاد الأوروبي، حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني، استفادتها من خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي، هذا إلى جانب موافقة الصندوق على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الجديد لتعزيز قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. هذا وستعكف الحكومة على مواصلة إصلاحات ماليتنا العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، خصوصاً من خلال اعتماد قاعدة ميزانيتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة. كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2024 التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية ووضع نظام ضريبي مستقر مبسط وشفاف يوفر الوضوح للمستثمرين ولكل الفاعلين. وفي هذا الإطار ستعطى الأولوية خلال هذه السنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع الغير المهيكل. كما ستعمل الحكومة من جانب آخر على تطوير التمويلات المبتكرة وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية والرفع من نجاعتها. وبشكل عام ستحرص الحكومة خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية. السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، انطلاقاً من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع، وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة، وأخذاً بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي
يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، فإن مشروع قانون المالية 2024 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 3.7% مع حصر معدل التضخم في 2.5% وعجز الميزانية في 4%. وتنبني هذه التوقعات على الفرضيات التالية: ارتفاع الطلب الخارجي مع استثناء الفوسفات ومشتقاته ب 2.9%، محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، متوسط سعر غاز البوتان ب $500. فنؤكد على أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار الثقة، الاستمرارية، الطموح، الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية، الاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية، وثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي. وختاماً، نؤكد مجدداً الانفتاح الكامل للحكومة على العمل المتناغم والمنسجم مع المؤسسات التشريعية ومع كافة الفاعلين والشركاء من أجل تحقيق الفعالية الضرورية لإنجاح مختلف الأوراش. لذلك فإن الحكومة تتطلع إلى إخراج قانون مالية يترجم إرادتنا الجماعية لتجسيد السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، المنسجمة مع انتظارات المواطنات والمواطنين في كافة المجالات. قانون مالية يواكب العمل المستمر لجلالته على ترسيخ موقع بلادنا كفاعل رئيسي في المنطقة وفي القارة الإفريقية على حد سواء من خلال مبدأ التعاون جنوب جنوب وعلى أرضية المصالح المشتركة. ولا يفوتنا هنا أن نؤكد استعدادنا الدائم للسير وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ وحدتنا الترابية وتحقيق الإصلاحات المجتمعية الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيدة الوزيرة، شكرا لكم. رفعت الجلسة.